الحوض طالع كانه رخام، مش كانه بورسلين. ده مش باركيه، ده سيراميك عامل زي الباركيه. قفلناها وفتحنا باب هنا في الجزء ده عشان خاطر نستغل الجزء ده قاعده تخدم على كل الغرف. طبعا كسرنا الكلام ده وفتحنا الشباك في الوسط عشان برضو يكون بين السريرين، عشان اقدر ان انا احط السريرين واحط خدماتهم في وسطهم، واحط هنا في الجزء ده الدولاب بتاعي. غرفتين بالبلكونه، غرفه الاولاد وغرفه البنات ربطناهم بالبلكونه عن طريق فتحتين فتحناهم احنا من داخل الغرفتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي للتشطيبات. النهارده معنا موقع في شبرا مصر، وخلاص انتهينا من السيراميك والرخام، وانتهينا طبعا من اعمال الحديد واعمال التعديلات المعماريه واعمال الكهرباء. عاوزين بس نبص بص سريع كده على كل الكلام ده. احنا هنا لو بصينا هنا في الجزء بتاع البلكونه ده، كانت عندنا البلكونه دي موجوده عندي هنا، تمام. حبينا ندخلها معانا في الشقه عشان خاطر يبقى هنا شباك كبير، ونبدا نتعامل بقى نستغل الكلام ده كله في الفرش بتاعنا. طبعا ده شغل الحديد لسه ما كملش، ده الحديد القديم اللي كان موجود، ودي طبعا الرخام كله اللي كان موجود. طبعا هنعمله لسه اعاده تهيئه علشان خاطر نحاول نرجعه مثل ما كان. طبعا الشبابيك كلها مفكوكه عشان هتركب الومنتال. هنا طبعا اهم حاجه عندي بقى في البورسلين، اول حاجه عاوز اوريها لكم، عندنا حمام الضيوف. بص كده على حمام الضيوف، بعيدا عن الكراكيب اللي موجوده فيه، هو استغلناها بطريقه كويسه. هنا عاملين القعده في الجزء ده، عاملين قاعده معلقه، وفي الجزء ده على اليمين جنب الباب مباشره موجود الحوض، وعاملين كابينه شاور في الجزء الاخير خالص. وهنا المطبخ عندنا، طبعا ده المطبخ القديم لسه هنعمل له اعاده تهيئه. عاملين حساب الشفاط بتاع المطبخ، وهنا عاملين حساب الشفاط بتاع الهود. طبعا الجزء ده كله عباره عن بورسلين مركبين وزره، عباره عن 60 سم داير ما يدور في المطبخ بالكامل، غير الارضيه مغيرينها كلها. طبعا هنا عندنا في الطرقه ده طبعا الشفاط بتاع الحمام الضيوف، عشان ما فيش شباك هنا فعم عم مؤسسين شفاط في السقف. نخش بقى على الحمام الماستر. حمام الماستر عاملين خوارنقات في الحيطه، وعاملين هنا شاور، عاملين قاعده زي كرسي صغير كده معلق عباره عن بورسلين، بجانب ان احنا عاملين الاحواض بتاعتنا كلها بورسلين. وهنا طبعا رخامه جنب الاحواض، في مرايه تحت هنا بتسمع على الاحواض. شوف انت بقى شغل البورسلين في الاحواض، لازم حد متخصص علشان يطلع الفينش اللي انت شايفه ده. بصوا معايا، قرب معايا هنا كده. الحوض طبعا ده كله متعفر لسه ما اتنضفش. الحوض طالع كانه رخام، مش كانه بورسلين. وهنا في الجزء هنا ده هيبقى فيه هنا بانيو. وهنا برضو في حاجه مهمه عاوز اوضحها، قرب معايا كده. هنا التجهيزه بتاعت الرخام بتاعت البورسلين الداخليه ماشيه مع زوم هنا كده، ماشيه مع ماشيه مع القاعده بتاعت الفتحه الموجوده معانا. دي برضو نقطه مهمه، برضو فوق كذلك، وبرضو في الجنب هنا كذلك. فدي حاجه مهمه جدا، حاجات بسيطه بس بتدي منظر في الاخر معايا. اكمل معاكم كده. غرفه الماستر طبعا كلها، ده مش باركيه، ده سيراميك عامل زي الباركيه. ده سيراميك عامل زي الباركيه، بنفس المقاسات، وبيبقى افضل من الباركيه في اغلب الاوقات، على حسب المكان وعلى حسب المساحه. هنا طبعا دي غرفه، احنا برضو هنا عملنا تعديل معماري. كانت الفتحه موجوده هنا اصلا بتاعه الغرفه، قفلناها وفتحنا باب هنا في الجزء ده عشان خاطر نستغل الجزء ده قاعده تخدم على كل الغرف. هنا هيبقى في قاعده، في هنا شاشه معايا هنا متاسس هنا شاشه. القاعده دي كلها هيبقى في هنا بارتيشن معمول في التصميم، بارتيشن هنا كده عباره عن خلواح خشب متحركه، وهنعمل بعد كده ستاره من الالومنتال او ستاره من ايا كان، بتضم وتفتح معايا بحيث ان الجزء دوت اعزله وافتحه في نفس الوقت. ودي غرفه البنات، عملنا برضو تعديل هنا بسيط. هنا كانت الباب بتاع الغرفه اضطرينا نبني كتف
ونفتح الباب هنا عشان خاطر هنا الدولاب هيكون موجود هنا، بحيث ان اقدر استغل احط السريرين هنا. وهنا برضه هنا كان موجود الشباك، طبعا كسرنا الكلام ده وفتحنا الشباك في الوسط عشان برضو يكون بين السريرين، عشان اقدر ان انا احط السريرين واحط خدماتهم في وسطهم، واحط هنا في الجزء ده ايه الدولاب بتاعي. هنا برضو عندنا هنا ما كانش فيه هنا باب، فتحنا احنا باب عشان غرفة الاولاد تخدم على البلكونه. يبقى احنا كده ربطنا الغرفتين بالبلكونه، غرفة الاولاد وغرفة البنات ربطناهم بالبلكونه عن طريق فتحتين فتحناهم احنا من داخل الغرفتين. هنا القديم بتاعنا هنا كان موجود هنا الباب زي ما انتم شايفين كده اتمحر، وفتحنا الباب في الجزء ده. في اخر تعديل عملناه في غرفة الماستر. غرفة الماستر كان موجود معايا الباب بتاع البلكونه هنا، فاحنا بنيناه وفتحنا الباب في الجزء ده عشان خاطر احنا مصممين ان هنا الجزء ده كله قاعده، وهنا في شاشه معايا هنا في شاشه. الشاشه دي بتخدم على القاعده بتاعت غرفه الماستر، لان الجزء ده كله غرفه ماستر عباره عن دريسنج حرف ال، وهنا التسليحه في الجزء اللي على الشمال هنا، والجزء ده كله هيكون معايا دريسنج حرف ال داخل غرفه الماستر. هنا البلكونه معايا، عملنا برضو البلكونه ضفنا ليها الخشب بتاعنا اللي هو السيراميك اللي هو شبه بديل الخشب. والبلكونه الثانيه برضو عملنا فيها السيراميك اللي شبه الباركيه، عملناه في الغرفه الثانيه. ناقص بس الالمونتال هيركب ونخلص الجبسون بورد، وان شاء الله هنعمل فيديو تاني بعد انتهاء اعمال الجبسون بورد وانتهاء اعمال الالمونتال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.